عادة أنا مش بحب أدخل في القصص الشخصية للفنانين والفنانات، ودي اتجوز وده طلق وبتاع، يعني مش موضوعي مش مجالي ما لم يكن متصلا بأمور فنية. إنما النهاردة على سبيل الاستثناء حابب أتكلم عن قصة بليغ حمدي ووردة، لأني ملاحظ حاجة. في الفترة الأخيرة في ترند كده ناتج من إنه الناس بتعالج ملفات اجتماعية تخص اللي النهاردة، تخص اليوم، زي العلاقات بين الراجل والست، الذكر والأنثى في الشرق، والمصطلحات الحديثة بتستخدم في هذا الإطار، توكسيك وريد فلاج وكل الحاجات الحلوة دي. لكن اللي أنا واخد بالي منه إنه الناس بدأت تحاول تقدم نماذج علشان تدلل على هذه الظواهر اللي بتتكلم عنها بأمور حصلت في التاريخ من 50 سنة أو من 60 سنة، ووجدوا في قصة بليغ حمدي ووردة إنها نموذج صالح، فبيقدموها باعتبار إنه بليغ حمدي كان هو الطرف التوكسيك اللي مش عارف إيه، اللي كان اللي بيخونها مع ميادة الحناوي، اللي عمل واللي سوى واللي ما كانش بيقول والى اخره. انا تقديري لا، هو الموضوع ده لا ما كانش كده حسب ما انا فاهم من السرديه، الحكايه مش كده خالص. فانا حابب انقل رؤيتي لهذه السرديه اللي احيانا تتماس مع بعض الامور الفنيه ومع التاريخ الفني يعني عموما. فخلينا نبدا. اواخر الخمسينات ورد الى القاهره المطربه وردة الجزائرية. القاهرة في الوقت ده كانت هي البوابة الوحيدة للنجاح في العالم العربي، يعني انت صعب يبقى لك اسم ما لم تمر عبر بوابة القاهرة. يمكن نستثني من ده فيروز، السيدة فيروز في لبنان، ولو ان فيروز برضو عدت على القاهرة، لكن القاهرة ما كانتش هي البوابة ولا جواز المرور للنجومية بتاعتها، فخلي فيروز على جنب. باستثناء فيروز ما كانش حاصل خالص انه حد ممكن يبقى له اسم في العالم العربي ما لم يمر عبر بوابة القاهرة وما لم يصنع له صانعو الاعمال الفنية. وبما اننا بنتكلم عن الاغاني، بنتكلم عن الغنى تحديدا، المؤلفين والملحنين المصريين الكبار، حسين السيد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي والموجي والطويل وغيره وغيره. اذا ما حدش من دول عمل لك اغاني، صعب جدا يبقى لك فرصه في انه يبقى لك اسم في العالم العربي كله. وشفنا بقى كتير يعني صباح ونجاح سلام وغيره 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 والنازك وغيره وغيره. فجت ورده الجزائريه القاهره اواخر الخمسينات، وفي الوقت ده لم تكن مطروحه لا في الصف الاول ولا في الصف الثاني ولا يعني ما كانتش مطروحه خالص كنجمه، رغم انه كان بيتعهدها رياض السنباطي، عشان كده هي سمت ابنها رياض بعدين. انما حتى لو ده هي كانت اسم زي 500 اسم موجودين لسه بدري كتير عليها عقبال ما يعني تبقى في القمه في هذا الكارير. انما حصل حاجه قدريه خلتها اتنقلت نقله كبيره مره واحده، والحاجه دي ملهاش علاقه قوي بالفن، وهي انهم كانوا ساعتها في سنه 60 كانوا بيعملوا اوبريت وطني حبيبي الوطن الاكبر. هذا الاوبريت يستحق ان احنا نفرد له حلقه او فيديو خاص عشان مع كواليسه، لانه متصل بحاجات كتيره جدا. وفي النسخه الاولى من وطني حبيبي الوطن الاكبر ما كانش فيه ورده الجزائريه، كان فيه هدى سلطان. وهم لاحظوا انه مجموعه المطربات اللي بيقدموا الاوبريت مش معبرين عن الوطن العربي، على اساس انه هم كانوا مطربات ومعاهم عبد الحليم حافظ بس ديك البرابر. لاحظوا ان المطربات دول كلهم من الشرق، من لبنان ومن الحتت دي، لكن ما فيش حد خالص مطربه خالص تمثل العب ده اللي هو بتاع الجزائر وتونس والمغرب، ما فيش حد صوت يمثله. فقالوا احنا عايزين لما نعمل النسخه اللي هتتصور، النسخه الشهيره اللي هتبقى النسخه الرسميه، يبقى في حد معبر للمغرب العربي وكمان يغني البلد من المغرب العربي. فقالوا البت اللي هي بلحلها دي رياض السنباطي هاتوها، اللي هي ورده، وبقت ورده الجزائريه، وغنت اضافوا كوبليه عن الجزائر اللي هو املا جزائرك نار دمرهم. فغنت وده خلاها بقت من مطربات الصف الاول مره واحده. هي بتقول وانا مصدق ده انه الامر لم يكن بهذه السهوله، وانه المطربات اللي كانوا مشاركين في الاوبريت اللي هم نجمات، يعني نجمات الشباك وقتها،
كان عندهم تحفظ وتحفز ضدها، لانه يعني المشرحة مش ناقصة وتلاوة دي كده هتاخد حيز من السوق وهي لسه ما قدمتش حاجة. فكانوا حتى في أثناء البروفات وفي أثناء التصوير وفي أثناء العرض ما كانوش بلعينها. هي كان يمكن بتزود شوية في انه كانوا بيعملوا رباطية وكومبينة، بس يعني مش موضوعنا هم كانوا بيعملوا ايه وما بيعملوش ايه. الفكرة انه بالفعل كان في تحفز ضدها، ولكن الاوبريت اتذاع وهي بقت من مطربات الصف الاول واتنقلت، وكان الطبيعي ان هي تدخل في عالم النجوميه ومقتضياته، منها ان هم يعملوا لها فيلم سيما غنائي. فعملوا لها المظ وعبد الحمولي اللي كان فيلم ضخم، وكان فيه بقى ايه معظم ملحنين مصر الكبار وقتها بيعملوا الحان. عبد الوهاب عمل، فريد الاطرش، بليغ حمدي عمل لها نخلتين في العلالي والى اخره، والفيلم اتعرض ونجح. فده زود التحفظ والتحفز ضدها. وفي اطار المنافسات، عشان ما فيش حاجه اسمها زمن الفن الجميل لما كانوا بيحبوا بعض وبيبوسوا بعض من بقهم، مفيش الكلام ده، ما حصلش خالص يعني. وفي اطار المنافسات الناس بتخزوق بعض وبيعملوا حاجات يعني، وبيروجوا اشاعات والى اخره. وكان السلاح اللي هم واجهوها بيه او اللي هم يعني بداوا يحركوه ضدها هو ان هم يعملوا شائعات تخص علاقات. وطبعا الشائعات مست كما نعلم ان هي عندها علاقه مع المشير عبد الحكيم عامر. هل كان في علاقه؟ ما كانش في علاقه، ده موضوع ما يهمنيش، وان كنت اظن انه ما كانش في علاقه. انما اللي حصل انه هي واجهت ده ازاي؟ هي ما واجهتش ده بانها تحط حد للشائعات، بل هي ربما صور لها خيالها انه الله طب ما ده حلو، بالعكس انا اميع المسائل، والامر يبدو ان انا في حاجه تجمعني بالمشير عبد الحكيم عامر، الرجل الثاني في الدوله بعد عبد الناصر مباشره. فحصل بقى هسس شويه ولغط شويه في القصه دي. كنا بقى في حدود 62 63 في الاجواء دي. كانت النتيجه انه عبد الناصر قال لك لا نقفل الباب ده، راحوا مشوها من مصر وخرجت من ذلك العالم، وخلاص ما عادتش لا بتعمل افلام ولا بتعمل اغاني ولا اي حاجه، وراحت الجزائر وابوها جوزها وخلفت والى اخره. في الوقت ده كان بليغ حمدي بدا يحبها. معرفش بقى هل كانوا ارتبطوا، كانوش ارتبطوا، كان قال لها ما كانش قال لها، لكن المعروف انه بليغ حمدي كان بدا يحبها في الوقت ده. وهي لما سافرت راحت بلدهم وبعدت عن الوسط، بليغ حمدي قعد سنوات طويلة مش ناسيها، سنوات طويلة بيحبها، سنوات طويلة بيعمل لها أغاني، يعني مش بيعمل لها أغاني تغنيها، يعمل أغاني وموجهة ليها. وكلنا نعرف إنه لما عمل بعيد عنك حياتي عذاب وخلى أم كلثوم تلقيها، وبعدين أم كلثوم بعدين عرفت إن هو يعني قاصد انه يبعت رساله يعني بيقال يعني. لكن هو المعروف انه بليغ حمدي فضل يحبها من ساعه ما مشيت وما نسيهاش ويعمل لها اغاني لحد سنه 72. انا بنتكلم في عدد كبير من السنوات وهو مش ناسي خالص وردة، وهو يتمنى كل يوم انه يرجعها. ثم انه احنا عارفين انه عبد الحكيم عامر انتحر او انتحروه 67، وانه عبد الناصر كمان مات سنة 70، وانه الاجواء والحاجات اللي حصلت فيها الاشاعات كلها ما عادتش موجودة. فبدأ يعمل محاولات انه يرجعها تاني، وطبعا خد الاذن اكيد من الناس فوق وبتاعه، ثم رتب الامور واصطحب معاه الشاعر الخاص بيه اللي هو محمد حمزة، وراحوا الجزائر وراح عمل لها الغنوة العظيمة اللي رجعتها واللي بيعبر لها عن احساسه بيها، اللي هي العيون السود، اللي هي فيها عملت ايه فينا السنين، غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين، اللي في اخرها الكوبليه الخالد العظيم اللي هو كل كلمه كل غنوه على الفرح كانت، على الجرح كانت، على الصبر كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. انا الحقيقه يعني نادرا ما شفت
مشاعر وحاجه سنتمنتال قوي، بغض النظر عن السنتمنتال، يعني السنتمنتال نفسه ممكن يبقى موضع ادانه، لكن اذا بنقيسها بالمشاعر ما شفتش حاجه بهذه الرهافه وبهذا الإحساس. بليغ حمدي رجع بوردة الجزائرية عشان يستأنف لها مسيرتها، وإنه كما نعلم كان في علاقة ما بين بليغ حمدي، علاقة فنية يعني، ما بين بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ في الوقت ده كان بيعتمد على بليغ حمدي تقريبا بشكل شبه كامل، بعد ما كمال الطويل شوية انسحب، وبعد ما ظهر رشدي، شفنا ده في ساعة عدوية، وساعة ظهر رشدي بعدوية، فانه بليغ حمدي يبقى هو رقم واحد والاتجاه ده يبقى رقم واحد. فعبد الحليم جاب بليغ وعملوا كمية كبيرة جدا من الألحان اللي بليغ قال لعبد الحليم أنا شلتك على كتفي 10 سنين. فعلا موعود وزي الهوى وسواح وجانا الهوى، بغض النظر بقى انت تحبها ما تحبهاش، مستواها الفني عامل ازاي، لكن هي دي بالفعل الاغاني اللي شالت عبد الحليم سنوات طوال، يعني من 65 66 لحد 72 73 عبد الحليم بيعتمد بشكل كامل على بليغ. بمجيء وردة بقت منافسة لعبد الحليم، مش بس منافسة لعبد الحليم فيما يخص اهتمام بليغ، لا ده هي بقت منافسة ليه كمان في السوق من خلال الأغاني اللي كان بيعملها لها بليغ حمدي نتيجة اهتمامه البالغ ليها، لدرجة انه عبد الحليم يطلع ينتقدهم وينتقد حب بليغ ليها في التلفزيون، ويطلع ويتريق عليه، فبليغ يبدأ يزعل من عبد الحليم ويقول له انت بتستهين بمشاعري. فدي نقدر نقول انه بليغ خسر عبد الحليم حافظ بسبب اهتمامه بوردة، ثم انه مش عمل لها اغنية يا جماعة ولا اغنيتين ولا مش عارف فيلم ولا لا، ده قعدوا من 72 يعني اواخر 72 لحد 79 7 سنين في حالة انتاج كثيف جدا مشترك قايم على كتاف بليغ حمدي. وكان بليغ حتى بيشرف على الالحان القليله اللي غنتها ورده لناس تانيين، او انه يجيب اغنيه لفريد الأطرش ويعيد توزيعها وهي تغنيها، او انه يروح يجيب محمود الشريف علشان يقول له انت لازم ترجع فكان هو القائم على مشروع ورده بالكامل اللي خلاها ورده الجزائريه. ففكره ان هو كان بالنسبه لها توكسيك، انا بالنسبه لي انا لا اتصور هذا الامر. لكن هل كان بليغ حمدي شخص مثالي ومحب مثالي والى اخره؟ لا، اللي اقدر اقوله انه بليغ حمدي كان عنده مشكله، هذه المشكله كانت معروفه، يعني هو انه ما عندوش خالص الحس الاجتماعي. هو كشخص في الحياه الاجتماعيه مع الناس ما عندوش هذا الحس الاجتماعي، عنده مشاكل في فهم ابعاد المتطلبات المجتمع. عشان اوضح لك فكرتي خليني اقول لك الحكايه اللي هي كانت معروفه وشهيره، حكاها لي كان الله يرحمه وجدي الحكيم، انه بليغ لما بدأ يتعامل مع ام كلثوم كانت صارمة، كانت يعني امبراطورة، كله دقة وكله نظام وانضباط، ويعني سكنة عسكرية، والمعازفين والمطربين، المعازفين والملحنين والمؤلف بتاع الأغنية كله لازم يمشي على العجين ما لخبطوش، ومواعيد مقدسة للبروفات، يعني التزام حديدي. بليغ كان أبعد ما يكون عن هذا، وهي كانت فاهمة أهمية بليغ، بس برضه هي عندها حدود. فقالت لوجدي الحكيم إنه قول له إذا ما كانش هينضبط هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنه وهقطع علاقته. فرح له وجدي الحكيم وقال له يا بليغ إنه الست ودي ام كلثوم وانت مجنون وده ايه بليغ مش حاسس ان في مشكله اصلا، هو فعلا ما عندوش فهم لمتطلبات الامور الاجتماعيه، يعني قصه المواعيد هو مش فاهمها، مش مستوعبها. فبليغ قال له طيب انا مش عارف المفروض نعمل ايه. قال له تعالى من ايدك دلوقتي نروح تستسمعها وتنضبط معاها وما عدتش تاني تتاخر او ما عدتش تاني طب ماشي خلاص. فراحوا خدوا بالعربيه بتاعت بليغ، راحوا عند فيلا ام كلثوم في الزمالك، فجم عند الفيلا، نزل وجدي الحكيم دخل الفيلا وبليغ هيركن ويدخل الفيلا. بليغ فين؟ في بيروت.
القيادة العربية وطلع على بيوت. هو ما يعني هو عنده المشكلة دي. وساعتها ام كلثوم فهمت انه لا، احنا مش بنتكلم عن شخص غير ملتزم، احنا بنتكلم عن واحد عنده شهادة معاملة اطفال. فده محتاج طريقة تانية في التعامل، لان ام كلثوم يعني ست كبيرة، يعني فاهمة الحياة. فلا، ده محتاج طريقة تانية في التعامل. وانا ما اعرفش الحقيقة ازاي عرفت تهندل الامور مع بليغ لحد ما توفت، وهي كانت بتشتغل معاه رغم ان هو كان. لما موضع الشاهد هنا انه بليغ كان عنده مشكله في فهم الفلوس. يعني ايه فلوس؟ يعني ما يعرفش دي بكام، ولا دي سعرها ايه، ولا دي بتتعمل ازاي. ما عنده مشكله في فهم يعني ايه بيت، عنده مشكله في فهم يعني ايه بحدود، عنده مشكله في فهم ده، في استيعابه. ده ما كانش سر، ده كان معروف. وده جزء من اللي استفادت بيه وردة في بداية العلاقة، من انه اللسعان ده، الجنان ده، هو اللي خلاه فضل محافظ على مشاعره تجاه لحد ما رجع وجابها. فهذه الامور في بداية الامر لم تكن عائقا، لكن في الاخر يعني الناس ليها حدود. هي تعاملت مع ده سنة 2 3 4 5 6، لكن بعد شوية بدأ يبقى ده عبء عليها، خاصة وإنه كمان الزمن كان اتغير. ما نقدرش نقول إنه ثنائية بليغ وردة ولا تركيبة السوق ولا كان ينفع يستمر. فهي بدأت تبقى مش حابة استمرار هذا التعامل مع حد هو لا عارف يعني ايه بيت، ولا عارف يعني ايه مستقبل، ولا عارف يعني ايه فلوس، ولا عارف يعني ايه كذا. فبدأت التفاصيل اللي كان ممكن في بدايات الجواز تبقى قادرة على هندلتها ما تقدرش، خلاص تزعل منها وتتضايق وتغير. اما قصة انه كان يخونها مع ميادة الحناوي، فيا اخواني اصلا بليغ حمدي ما عرفش ميادة الحناوي غير بعد ما اتطلق من وردة، او بعد طلاقه من وردة. في النهاية ايا كان الامر وايا كانت التفاصيل، ما ارجوه هو انه احنا نفصل الامور عن بعض. عندكم ملفات اجتماعية ناقشوها، انما التاريخ الفني يا ريت نسيبه في حاله. والله الموفق والمستعان.